ورحمة الله وبركاته. معاكم شحات عبد المنعم. هنعمل برنامج ان شاء الله على قناة اليوتيوب هنسميه كلام في الكورة. كلام في الكورة هنتكلم على كل حاجة تخص الكورة العالمية والافريقية والعربية والمصرية، طبعا اهم حاجة المصرية لان احنا مصريين طبعا. فان شاء الله هنتكلم على كل حاجة تخص كرة القدم. طيب، امبارح كان في مباراة قوية جدا 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 في كأس العالم للأندية ما بين باريس سان جيرمان وريال مدريد. باريس سان جيرمان اللي خلاص انتهى من اللعيبة اللي هي تعتبر يعني نجوم كبار قوي، وكانوا عليه عبء، وكانوا مش عارفين يعملوا اي حاجة ولا ياخدوا اي بطولة، يعني بالنسبة للبطولات الدولية طبعا زي بطولة اوروبا. دلوقتي الفريق عمل فرقة كويسة جدا جدا، صغيرين في السن، مواهب كويسة جدا جدا، خدوا بطولة اوروبا، دلوقتي مرشحين ياخدوا بطولة كأس العالم للأندية. اما طبعا ريال مدريد اللي قالوا عمل صفقات، اعتقد الصفقات ما اضافتش خالص اي حاجه، ولو على رايي الفني فضل ريال مدريد بهذه الصفقات مش هيحقق اي حاجه، لان اللي احنا شفناه اللي الفرقه برضو يعني مهلهله والمنظر بتاعها مش كويس. لا، ريال مدريد محتاج صفقات تكون كويسه جدا 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 توقفه طبعا على رجله، لان ريال مدريد فريق يعني عالمي. طيب، هنيجي نتكلم بقى ايه، نرجع للكرة بتاعتنا المصرية. طبعا اللي من دول طبعا سوق الانتقالات شغال، وطبعا كان قبل منه حدث كأس العالم وانتقالات لاعيبة الأهلي. طبعا الأهلي عمل تدعيمات قوية بين رمضان على زيزو على تريزيجيه على ألاديانج رجعهم من الإعارة، وكنا نأمل الأهلي يعمل حاجة في كأس العالم للأندية، لكن يعني ما قدرش يعمل اللي هو المتوقع منه. طيب، هنقول برضو لعدة أسباب ممكن تكون عدم تأقلم اللعيبة مع بعضها. الشو الإعلامي كان عالي أوي أوي أوي، لكن أعتقد إن دي يعني فترة ومر بيها الأهلي. لكن لما نيجي نبص بالنسبة للسكواد الموجود دلوقتي حاليا في الأهلي، السكواد دوت قادر ياخد كل البطولات أفريقيا ومصريا طبعا، وعربيا لو حتى لعب الأهلي في أي بطولة عربية، لأن دلوقتي الأهلي فعلا يفوق أي سكواد عربيا وأفريقيا. والموجود دلوقتي حاليا لعيبه كلها عاليه جدا جدا، يعني انا الله يكون في عون المدرب او المدير الفني اللي هينزل التشكيل، لان معاه لعيبه عاليه جدا جدا جدا. ونتمنى ما يحصلش مشاكل في اوضه اللبس، لان طبعا اللعيبه كلها عايزه سيطره، لانهم نجوم ونجوم يعني كلهم قدرات عاليه جدا جدا جدا. فالاهلي خلاص بالنسبه للسكواد بتاعه خلاص، ولسه كمان يعني اللي سمعناه اللي هم لسه يعملوا صفقات زي احتمال وجود مصطفى محمد، وده طبعا هيورينا او يخلينا نروح نقول الانتماء، ما بقاش في حاجه اسمها انتماء خلاص، وان شاء الله هنبقى نتكلم عن موضوع الانتماء ده في حلقه تانية ان شاء الله. لكن الاهلي برضو احتمال يجيب مصطفى محمد، يعني احتمال كمان يعني يدعم برضو في الدفاع برضو تاني بلاعب او اتنين. فبكده يعني بيتهيألي الاهلي خلاص كامل العدد زي ما بيقولوا. نيجي بقى للقطب الثاني، يعني اللي راحت منه كلمه القطب الثاني دوت اللي مزعل جماهيره، هو نادي الزمالك. نادي الزمالك العظيم بجمهوره، نادي الزمالك العظيم بلاعيبته. يعني دلوقتي مش شايفين اي حاجه فيه، السكواد اللي موجود دوت يا دوبك خد كاس مصر، ويعني طبعا الناس زعلانه، مش ده اللي يعني بيملى عين جمهور الزمالك. جمهور الزمالك عايز بطولات كتير، ويشارك في بطوله ابطال افريقيا الابطال الدوري طبعا عشان تاهلوا لكاس العالم للانديه. فطبعا واحد يقول لي هل السكواد اللي موجود دوت هو ده اللي هيحقق حلم جماهير الزمالك بحصوله على الدوري وكاس ووصوله لافريقيا والكلام ده كله؟ لا، السكواد ده ما يعملش اي حاجه. لكن طبعا بوجود واحد زي جون ادوار اللي كل الاداره سايباله النادي ديرو بكل حاجه، يعني سايبين له كل حاجه. هو اللي بيجيب دلوقتي جهاز فني، هو اللي بيشيل الجهاز الفني، هو اللي بيجيب لعيبه، هو اللي بيمشي لعيبه، هو كل حاجه دلوقتي جون ادوار. حتى يعني غير حتى الجهاز الطبي، وغير اوضه اللبس وكل حاجه. يعني بصراحه نتمنى اللي هو فعلا يعيد نادي الزمالك لعهده الحقيقي. فهل جون ادوار معاه العصايه السحريه اللي هيخلي الزمالك يرجع بقوته وسطوته على البطولات تاني؟ اعتقد واتمنى اللي يعني الزمالك يمشي في الطريق الصحيح عشان نشوف الدوري المصري قوي جدا جدا جدا. طيب، هتقول لي الفريق الثاني بيراميدز. بيراميدز بيعمل صفقات برضه يا جماعه، بس يعني لسه زي ما نقول في حاله الكتمان، لكن هو شغال، لان هو فعلا هو يعني اوريدي هو عنده سكواد كويس جدا جدا جدا، بس طبعا لازم يطور من السكواد اللي عنده. انت راجل واخد بطوله افريقيا، فهو بيسعى تاني اللي هو ياخد تاني بطوله افريقيا، ياخد دوري، ياخد كاس.
ولسه قدامه بطولات دوليه طبعا تانية. فاتمنى اللي احنا نشوف برضو الثلاث فرق، ونشوف كل الدوري كله اللعيبه كلها في الدوري كويسين، عشان يبقى عندنا دوري قوي. يعني انا شايف اللي فيه تدعيمات كويسه جدا جدا في بقيه الفرق، واتمنى ان شاء الله التوفيق للكل. ودي ان شاء الله كانت اول حاجه لينا والتعارف لينا، ان شاء الله نكمل معاكم على خير باذن الله في الايام الجايه. شكرا.